السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعرف نبيك. نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن أهل مكة لأنهم يعبدون الأصنام، ويذهب إلى غار حراء في جبل قريب من مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معه طعامه وشرابه المدة اللي هيقعدها هناك في الغار، علشان كان بيقعد في الغار أيام طويلة. والسبب اللي كان بيخليه يروح الغار إن هو كان بيتفكر في خلق الله وبيتعجب مين اللي خلق الأرض، مين اللي خلق السماء، مين اللي خلق النجوم. فكان بيقعد في الغار يتعبد. وفي يوم هو قاعد بيتدبر في ملكوت الله نزل عليه روح القدس، نزل عليه من الوحي جبريل حيث على قلبه إلى المقام القدسي، فارتفع من الأرض إلى ملكوت الله تعالى، فصارت نفسه مصانحة لتلقي نور السماء. فنزل رسول أمين من عند الله سبحانه وتعالى إلى رسول الخلق أجمعين ليحمل رسالة ربه إلى الناس كافة ويبلغها للعالمين من رب غفور. السؤال هنا بقى، متى بدأ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل في 40 من عمره، وهو أشد العمر وسن النضوج. وربنا سبحانه وتعالى قال في السن ده حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال العلماء إن هو كان بالتحديد بالتاريخ التحديدي كان 21 من رمضان، وفي علماء تانيين وهو الرأي الراجح والمشهور إن هو كان يوم 27 رمضان، وفي رأي ضعيف شوية قال إن هو في 24 رمضان. أما التاريخ الميلادي لنزول الوحي فهو يوم 10 أغسطس سنة 610. وغار حراء كان كهف صغير أعلى الجبل في الشمال الشرقي لمكة، ويبعد عنها حوالي 3 أميال. لا في زرع ولا غرس ولا ماء ولا أنيس ولا جليس ولا أي شخص، واللي ماشي يفضل ماشي ما يقرب من السنتين. ولما يوصل هناك ويحاول انه يطلع على الجبل ممكن يحاول يطلع ما يقرب من الساعة. ولما يوصل لقمة الجبل بيلاقي المكان موحش، ظلام دامس، ويبقى في عزلة عن الناس تماما. ولما يوصل لفوق ويجي يدخل الكهف فإذا الكهف بين صخرتين كبار جدا، يجد صعوبة في الدخول للكهف. وتأكيدا كاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكهف ولهذا الغار انه كان في عزلة عن الناس، وكان يقدر انه هو يتفكر في المخلوقات بعيدا عن اي شخص. وتقريبا ده كان مقدمة لجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيش فيه بالحياتين، الأولى رغبة والتانية صعبة، وإن كانت النهاية بتاعت الرحلتين سعيدة. وكانت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بروح القدس كان على مرحلتين، وكانت الأولى تمهيد للتانية. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى رؤيا إلا وكانت تتحقق فلك الصبح، وكان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤيا الصادقة. أما بقى كان أول اللقاء الثاني كان اللقاء النوراني الذي نزل فيه القرآن الكريم. والقصة قلنا باختصار إن أمين الوحي جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فضمه إليه ضمه ثم تركه فقال له اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فضمه إليه مرة أخرى وقال له اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية ما أنا بقارئ، فضمه جبريل عليه السلام للمرة الثالثة وقال له اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وماذا أقرأ؟ فقال جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قلنا قبل كده إن أول القرآن نزل في ليلة القدر، فقد قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من غار حراء ساعة نزول الوحي عليه ذهب إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وقال لها دسروني دسروني، غطوني غطوني. ويرتجف النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف. السيدة خديجة كده ما قالتلوش مالك ايه اللي حصل لك، لا ده غطته وسابته ينام، وهي دي الزوجة الصالحة. مش تضغط على زوجها وهو أصلا مضغوط وتقعد تقول له مالك في ايه ما انتش نايم. لا ما قالتلوش كده،
سميته ينام، ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حكم. وكان رد السيدة خديجة رضي الله عنها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، تقل الضيف، وتحمل الكلب، تكسب المعلوم، وتعين على نوائب الدهر. وبعد كده راحت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل. وكان ورقة بن نوفل من الخلفاء الذين تركوا عبادة الأصنام واتجهوا إلى عبادة الله عز وجل، ودرس العبرانية ودرس التوراة في علم الديانتين، بس عرفها من الينابيع الأصلية. وكان عنده علم بالبشارات التي جاءت في التوراة والإنجيل، وكانت البشارات دي تبشر بأنه سيأتي رسول اسمه أحمد. قالت له السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا ابن عم اسمع من الناس. فسمع ورقة بن نوفل من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حكى له النبي صلى الله عليه وسلم ورأى وعاين قال: والله هذا الناموس أي الذي جاء موسى عليه السلام، يا ليتني كنت فيها جزعا، يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتق بالحق: أو مخرجيهم هم عن خرجوني؟ فقال ورقة بن نوفل: نعم، ما جاء أحد مثل ما شئت إلا وقد عودي، وإن يدركني يومك هذا لأنصرنك نصرا مؤزرا. ولم يكتب الله سبحانه وتعالى لورقة بن نوفل أن يحضر المعركة التي كانت بين الحق والباطل، وتوفى ولم يحضر الدعوة المحمدية. قد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد أن يبدأ بتبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، وأن يصدع بما يؤمر. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنشوف الأمر بتبليغ الرسالة. صلوا على ما قال أمتي بأمتي.